يا إخوان، عاجل ورسميًا، وهذا الكلام حسب فابريزو المصدر الأكثر ثقة في تاريخ كرة القدم. يقول فابريزو بأن هانس فليك قد طلب من إدارة نادي برشلونة التعاقد مع مدافع في الانتقالات الشتوية حاليًا، إذا أراد إذا أرادت إدارة نادي برشلونة الفوز في دوري أبطال أوروبا، وهنالك مدافعين كثيرين على رادار نادي برشلونة. بداية شولتر بيك الألماني قادم من دورتموند، الثاني الكرواتي لاعب مانشستر سيتي جفايردو، بالإضافة إلى باستنتوني الإيطالي من إنتر ميلان، وبالإضافة إلى الأرجنتيني أوتاميندي من بنفيكا. لكن في كلمة جبارة جدا قالها فابريزو، بيقول هانس فليك من نوع المدربين اللي ما بيطلبوا كثير، بغض النظر ممكن يلعب في الأدوات الموجودة عنده، ولكن بشكل واضح وصريح طلب من الإدارة مدافع لو حب يروحوا في مكان كثير بعيد ويحققوا دوري أبطال أوروبا. هذا كنا في المخ المواطن، ما تنسى الصلاة على سيدنا محمد وتتابعني. السلام عليكم.